من شوية انتهت مباراة النادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بفوز النادي الأهلي بسداسية مقابل هدف لشباب بلوزداد، وهاتريك وسام أبو علي، وإمام عاشور بيسجل هدف، وحسين الشحات بيسجل هدف، وبيرسي تاو بيختمها بهدف كمان اسيست لكريم الدبيس، وحاجة في منتهى الجمال والروعة. اللي يشوف النتيجة يقول إن شباب بلوزداد كان ضيف خفيف جدا على النادي الأهلي، ولكن شباب بلوزداد كان عامل أداء ولا أحلى ولا أروع الشوط الأول، والنادي الأهلي أداء بصراحة كارثي. الشوط الأول تحس إن النادي الأهلي ما جاش، وتحس إن هو الشوط كان ماشي في اتجاه واحد، اتجاه شباب بلوزداد، بل كمان النتيجة كانت ماشية في اتجاه شباب بلوزداد اللي أحرز هدف على طول. الهدف ده قبل منه بدقيقة كان في هجمة من نفس الجبهة اللي هي جبهة خالد عبد الفتاح اللي كانت مستباحة تماما في الشوط الاول. كان عدى عبد القادر مزيان وعدى كمان من الشناوي وحاول ان هو يحطها، ولكن ما عرفش يحطها. ولكن المره اللي بعدها على طول ربنا وفقه الحمد لله، وقدر ان هو يستغل الكره اللي اتقطعت من حسين الشحات ويزق الكره من جنب اكرم توفيق البطيء نسبيا واللي ما قدرش يلحقه عشان يعمل كره بالعرض على طول. ومحمد الشناوي بيصد الكره لجوه. يا جماعه انا اول مره في حياتي كلها اشوف حارس مرمى بيصد الكره لجوه. انا اقسم بالله لو مكان محمد الشناوي النهارده اعدي على لعيبه النادي الاهلي وابوس ايديهم واحد واحد ان هم خلصوا المباراه بنتيجه ال6-1 عشان ينسوا الناس اللي عملوا محمد الشناوي. ولكن احنا مش هننسى، يعني خلي بالكم ونخلي بالنا كلنا ان احنا مش هننسى اللي محمد الشناوي عمله. يعني يا شناوي اشرح لي وكلمني شويه ازاي حضرتك بتصد الكوره لجوه. انا اقسم بالله عاجز عن الكلام عن الكوره بتاعت محمد الشناوي اللي بيصدها لجوه. ولكن هو شال بعدها الكوره اللي هي كانت كورنر في الشوط الثاني وشالها من تحت الجون، ولكن برضه يعني هو عمل لها منظر شويه. ولكن اداء محمد الشناوي عليه علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت. طبعا مارسيل كولر وسام ابو علي وعداله السماء انقذوه قبل انتهاء الشوط الاول، وعلى طول بيقدر وسام ابو علي من كره ضاله من حسين الشحات ترتد من دفاعات شباب بلوزداد ويلطشها كده وسام ابو علي عشان ندخل على طول ما بين الشوطين متعادلين 1-1. وما بين الشوطين طبعا كان واضح جدا ان اللعيبه خدت دش ساخن جدا من مارسيل كولر، واتعمل تغيير امثل بالنسبه لي وبالنسبه لجميع جماهير النادي الاهلي بخروج خالد عبد الفتاح اللي جابته زي ما قلنا من شويه كانت مستباحه جدا، وعلى طول يروح اكرم توفيق ناحيه اليمين مكانه، بيدخل على طول امام عاشور عشان يقلب اللقاء على طول لصالح النادي الاهلي. امام من اول ما نزل لبس صاحبنا كده في وسط الملعب فاول بيسدده وسام ابو علي ولا احلى ولا اروع. ودي تقول لك يا مارسيل كولر ان الراجل ده ما يطلعش في اي مباراه. اذا كنت بتلعب باتشوكا، اذا كنت بتلعب مركز شباب السنبلاوين، اذا كنت بتلعب اي حد، الراجل ده ما يطلعش. ليه؟ لانه بيحرز اهداف من انصاف الفرص زي الهدف اللي سجله قبل انتهاء الشوط الاول، وبيمتاز بتسديد الضربات الحره المباشره. فالراجل ده ما ينفعش يطلع وينزل مكانه اي حد ايا كان بقى. فبعد اذنك يا عم كولر ما تشيلش الراجل ده تاني في اي لقاء للنادي الاهلي. بعد هدف وسام ابو علي بيتفتح اللقاء على طول، ومن ضغط رهيب للنادي الاهلي بيقدر حسين الشحات ان هو يحرز الهدف، وعلى طول بعدها وسام ابو علي وامام عاشور وبيرسي تاو من تحولات بالنسبه للنادي الاهلي، لان خلاص الملعب اتفتح وشباب بلوزداد رفع الفوطه البيضاء. اتمنى من كل قلبي ان النتيجه دي ما تاثرش على لقاء النادي الاهلي وشباب بلوزداد اللي هيتلعب في الجزائر على طول، لان المباراه مش هتكون سهله جدا على النادي الاهلي، ولا هيكون شباب بلوزداد منافس سهل امام النادي الاهلي. لازم ناخد حذرنا جدا في الجزائر. النادي الاهلي كده دلوقتي اول المجموعه، ولكن المباراه الجايه بالنسبه لي هي اللي هتكون عنق زجاجه للنادي الاهلي في المجموعه دي ولتاهله ان شاء الله للادوار القادمه. الفوز ده ما ينسيناش ان النادي الاهلي عنده نقص في مراكز كتيره جدا في الملعب، منهم الباك اليمين، منهم نص الملعب، منهم المساك، ومنهم كمان المهاجم الصريح والهاف الشمال، لان رضا سليم كمان النهارده للاسف اتصاب. بالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات اللي جايه. سلام.